طارق الغمراوي أحد تجار شارع معز دين الله الفاطمية، وكنت بشوف الشارع دوت على مستوى الحرف اليدوية إن هو دايما محتاج تطوير ومحتاج رعاية أكتر، بحيث إن إحنا دلوقتي في العصر الحديث الحاجات دي ابتدت للانقراض. التطورات اللي حصلت في نوعين من التطورات: تطور حديث بحكم المنتجات الحديثة والحاجات اللي إحنا بنشوفها على مستوى العالم، وفي حاجات طوروا بيها المنتجات الأثرية بتاعتنا، طوروها لحاجات حديثة زي الصين مثلا. الصين عملت برضه بعض المنتجات اللي هي ابتدت تحارب بيها الصين وتركيا، والمنتجات اليدوية ابتدت تتعمل نفس التقليد بتاعة الصناعات بتاعتنا. فبالتالي من حوالي حاجة و20 سنة أو من 30 سنة الصناعات المفروض كانت تتقدم. للأسف احنا عندنا الانحدار والعدم يعني تنمية والعدم ازدهار الصناعة. فبالتالي احنا المفروض علينا ان احنا نفكر ان احنا نرجع التراث ده ازاي والحرف اليدوية، ونبتدي نخطط مع الصناع ونعمل لهم مدارس لتعليم الحرف اليدوية، بحيث انها تكون رمز او نشاط ملحوظ قدام العالم الخارجي، قدام السائحين، قدام الزوار. حاجة مهمة جدا عندنا ان معظم من الصناعية او الناس الكبار في الصنعة ان هم بيحبوا دايما قلبهم على الصنعة وازاي يطوروها، ان هم كان ليهم بعض من الافكار انهم يحيوا التراث الفلكلوري القديم، الحرف اليدوية والحرف الصناعية، انهم يبتدوا يعملوا مدرسة تعليمية بحيث ان هم يوجهوا بعض من الراغبين التعليم في جميع الفئات السنية. حتى كمان كان من ضمن برضو القائمين على الصناعات ديت عايزين برضو يتبنوا حتة ذوي الإعاقة، انهم ياخدوهم ومستعدين انهم يعلموهم الحرف اليدوية. فكانوا عايزين الدولة تساعدهم انهم يعملوا مش أكاديمية، يعملوا مدرسة تعليمية، وهم عندهم الدافع الوطني ان هم يساعدوا بمجهودهم، بخبراتهم، بفنهم الجميل، فن التراث القديم، انهم يساعدوا بعض من الطلاب او بعض من الصناعيه انهم يشغلوا وقتهم ويتطوعوا لتدريبهم. ودي هتكون خطوه ايجابيه ممتازه، حتى على الاقل انها تجابه المنتجات الصينيه، تجابه المنتجات الخارجيه، اسعارهم منافسه. فكنا عايزين برضو مساعده من الدوله على اساس انها الناس اللي هم بيتطوعوا بمجهودهم يقفوا جنبهم، يوفروا لهم مكان للمدرسة، يوفروا لهم البعض من العدد والآلات انهم يشتغلوا معاها. ففي تسهيلات لازم الدولة انها تقف كنصير للناس اللي عندهم دافع وطني انهم يخدموا الوطن بجد. من ضمن السبع فوائد اللي احنا الواحد بيسافر وشاف بعض من بلاد العالم، ان احنا اصلا نستغل الاثار وكم الاثار في شارع معز دين الله، ان احنا نحاول نطور ونخدم الاثر بان احنا نوفر له خدماته، لان معظم الدول الاوروبيه بتوفر الخدمات بتاعه السايح من خلال ارتباطها بالاثر. يعني معنى كده ان يكون في خدمه متميزه لوجود اثر. فبالتالي الساحه الداخليه او الخارجيه او العربيه يحاول يرتبط دايما بالشارع، بالاثر، نقعد اطول فتره ممكنه. وده اللي موفرات دوله ان هي تعطي عليها تسهيلات بالنسبه ان احنا نخدم الاثر بتوفير الخدمات دي. ايام زمان، ايام الافلام ابيض واسود، كنت دايما تلاحظوا ان في بعض من الافلام حاطه صفين جيوش في مقدمه الجيوش بتاعتها. ليه؟ بيحطوا الجيش لابس نظيف، لابس لبس الفلكلوري القديم، معلق العلم. ففكره الهويه مرتبطه بفكره العلم. فانت لما تلاقي اثارك وتلاقي عليها العلم بتاع التراث القديم، وتلاقي فيها الاهتمام بالعبق التاريخ، فبالتالي بيكون في انتماء ما بينك وما بين المنطقه الاثريه، بتدل على هويه الشعب، هويه المنطقه، وبتدل على انتماء العصر القديم بالعصر الحديث. وبالتالي بنحاول نربط بين فكره الانتماء بالنسبه للشباب، انهم يلاقوا الرمز بتاع الاثر بتاعه ان هو راسخ في قلب كيان الدولة، في قلب كيان الشارع،
في قلب كيان العينين لما يجوا يبصوا عليها ويلاقوا الهويه بتاعته، فبالتالي بيكون فخر وانتماء للدوله اللي هو بيرمز ليها. واحنا من خلال تواجدنا في شهر رمضان الكريم، كل عام وانتم بخير، في عندنا عادات قديمه ترجع للعصر الفاطمي يمكن، وهي متوارثه من ايام الحقبه الفاطميه والمملوكيه لغايه دلوقتي، من عادات الاكل والعادات الطباخين والطهاه. وتلاقي دايما انت ساعه الفطار ان ريحه الاغذيه وريحه الاطعمه انها بتجذب عامل جذب، بتدل على ان دي منطقه مش حي بلدي، حي قديم، حي تراثي. حتى بالنسبه للعادات القديمه بتاعتنا كمصريين في المناطق اللي هي الاثريه، اللي هي بتدل على الطابع اهل البلد، الطابع القديم، انهم بيتجاوبوا ويتبادلوا الاطعمه واسلوب الاكل واسلوب الطبيخ. وده بيبان قوي في شهر رمضان اللي احنا فيه، ان بتلاقي العادات ديت باينه قوي. وكمان ايه، في منطقه اثريه تاريخيه بتلاقي الاثر وبتلاقي العادات الرمضانيه القديمه، فدي بترجع الناس للعصر القديم، لفكر التراث الفاطمي او المملوكي، بالعادات اللي هو الفلكلور، من كان اكل او لبس او زيارات بيودوا لبعض. فدي بتدي بهجه جميله، ان هو كمان بتجذب على مستوى الجمهوريه، بتجذب ناس كتير جدا على مستوى الجمهوريه انهم يجوا يزوروا ويشوفوا وياكلوا من موائد الرحمن ويحاولوا يعيشوا الجو الفاطمي القديم ده. أنا أساسا من اسكندرية. أنا جاي مخصوص عشان المواضيع القديمة دي أرسمها. يعني بيعجبني العمارة القديمة، الطوب القديم، المآذن، الحرف اليدوية، الناس شارع النحاسين. لما شفت حكايه الترجمه بتاعتك دي اعجبت قوي بالفن بتاعك، بحيث ان انت بتحاول برضه تربط ما بين الاثر وما بين الصوره بتاعتك. بالنظر للشارع بتاعنا هنا على اساس ان هو فيه اكبر كم من الاثار والاثار التاريخيه، ابتدت تبقى عامل جذب بالنسبه للشباب. فمجموعه الشباب اللي هي بتبقى بتيجي تزور الشارع والمكان على اساس ان هو مكان تاريخي قديم، لازم نفكر ازاي نتجاوب معاهم ونوفر لهم الاماكن اللي هي بيعرضوا فيها الفنون بتاعتهم، ونبتدي نشوف الشاب اصلا بينزلوا هنا يعرضوا فنونهم، نبتدي نعرضهم الفن القديم والفن الحديث، ونعمل يعني زي ما يكون سيمتريه ما بين الجيل القديم والجيل الحديث عن طريق الشباب دولت وافكارهم واتجاهاتهم. حلمي فعلا ان المنطقه ديت تضاهي بعض الاماكن الاثريه على مستوى الدول الاوروبيه حتى العربيه، زي اماكن كتير سياحيه في الامارات وفي تركيا وفي اليونان وفي ايطاليا. فيها اماكن مش متوفر فيها كم الاثار دي، بس متوفر فيها الامكانيات من الدوله انها تظهر عبق تاريخ كل دوله.